بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في قناة مطبخنا المصري. والنهاردة إن شاء الله زي ما احنا شايفين هنعمل اللفت. هعمله بطريقة سهلة وجميلة إن شاء الله تعجبكم. أنا طبعا جبت اللفت وقطعته اهو زي ما احنا شايفين كده. أنا بحب أخلي الحتة دي، اللي حابب يخليها براحته، اللي مش حابب بيقطعها كده، وبتبقى اللفتاية بالمنظر ده كده اهو. انا غسلاه ومنضفاه كله وهبدأ اقطعه ونشوف هنعمل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقطعيه بقى بقطاعة عندك زي ما انت عايزة، بس انا بحب اقطعه كده يبقى شكله حلو ان شاء الله، كمان طعمه يبقى حلو زي ما قلت لكم. انا بحبها فبخليها. هكملهم بالشكل ده كده وارجع لكم ان شاء الله. ده شكلهم زي ما احنا شايفين بعد ما قطعتهم. هسيبهم ناشفين كده من غير ميه، وارش عليهم الملح كده، بحط عليهم الملح واسيبهم يوم كامل، نقلبهم كده في الملح بس، وبسيبهم يوم كامل وهنرجع نشوفهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي احنا تاني يوم. بص الميه اللي ننزلها اللفت قد ايه اهي. والله دي هو اللي منزلها دي، انا ما حطيت له ريحه الميه خالص غير الملح زي ما شفتوا. ودلوقتي بقى ايه، هنبدأ نعبيه في البرطمان. اهو انا عبيتهم في البرطمانات، وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه كمان. انا بشرح نص بنجرايه، نص دي اهي، مش بكتر، وهحطها في الميه بتاعتهم دي اهي. ازود حبه ميه كده ايه احتياطي كده. معلقه ملح، ده غير الملح اللي انا مبيتاه فيه اهو. بس كده. وبجيب كوبايه وبعبي البرطمانات كده. اهو 3 ايام وهتاكلي احلى مخلي اللفت. جربوه ان شاء الله هيعجبكم، وبالهنا والشفا. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.